بيقول لك لما بيلاقوا الجثث ده اذا لقوها اصلا بتبقى جثث ميته وبعيده عنك، بيبقوا عاملين كده. لا 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 هي دي، هوبا في العارضه يا راجل. ينفع كده يا حسن؟ ما انا يا باشا ما اقدرش ارش العارضه. وده محي يا عمهم ابو محي. التي يا مرزوقه. يا ريت التي سكر زياده. اتوصي يا مرزوقه. مين مرزوقه دي؟ وانت مال امك؟ ويعني دي حنجره اللي حضرتك بتتكلم بيها؟ انا مش اخوان. مين اللي قال؟ ولا عمري كنت اخوان. عندك سكسوكه. ما اي حد بيعارضهم يبقى اخوان. بان انا مسؤول عن حوادث القطوره وانا المسؤول عن تعويم الجنيه وخسف بلده قصاد الدولار. اوعى تاخد موقف المطبلاتي اللي هو ان مع الظالم عشان هو الاقوى. لا خليك قاعد في بيتك. المعروف ان في اي بلد مش في مصر بس ان النصيحة الاكبر اللي بتتقدم لاي فنان انه يبعد عن السياسة وياخد باله من تصرفاته ويبعد عن اي موقف فيه جدل واضح، لان اي حاجة بيعملوها حتى لو حطوها في اطار الحرية بتأثر على شريحة كبيرة من اللي بيحبوهم، وخصوصا السياسة اللي بتحطهم في موقف حساس جدا، واي حد معروف بيدخل في الحتة دي بيتحكم عليه بالخيانة فورا. زي فنانين كتير الناس حبوهم في ادوار طلعوا بيها لكنهم اختاروا ان صوت السياسة وآرائهم تكون اكبر من صوت الفن، زي عمرو واكد وخالد ابو النجا وهشام عبد الله وكمان جيهان فاضل، واللي هنتكلم عنه النهارده محمد شومان اللي الناس عرفته في ادوار الكوميدية زي فيلم فول الصين العظيم. وهتسافر 18 ساعه وقاعد ساكت كده؟ امال اقف ساكت؟ طلع قرآن اقرا بسرعه. ودوره الايقوني في فيلم السفارة في العمارة. شريف خيري الذي ظل طوال الشهر الماضي رمزا وبطلا فجأة تحول إلى خائن وعميل. كل حاجة كانت ماشية طبيعي لحد ما قرر يدخل في السياسة. في الأول كان داعم للنظام وشارك في حملات دعائية للحزب الوطني وعمل الإعلانات الشهيرة للضرائب بعد ما اجتمع مع قيادات الحزب واتفق معاهم على التفاصيل. هو بس الجماعه اللي بره عايزين يطمنوا يعني ايه اخبار اقرارات السنه دي. وكمان شارك في الحملات ضد الإخوان وقت حكم مبارك، لكن بعد 30 يونيو قلب الترابيزة تماما، انحاز للإخوان، شارك في اعتصام رابعة وبعدها سافر على تركيا وبدأ يهاجم مصر من قنوات ممولة من هناك. مش بس كده، ده عمل برنامج مخصوص للهجوم على بلده وانتقاد الأوضاع فيها اسمه شومان شو، وبقى أداة بيتم استخدامها في التحريض ضد الدولة. بيطلعوا على خريطة مصر هيكتشفوا انها بقت من غير تيران وصنافير، ومن عارف بعد مشروع نيوم ممكن يلاقوها من غير ايه تاني. تعالوا مع بعض نشوف القصة الكاملة ونعرف ليه اتحكم عليه بالسجن 5 سنين، وايه اللي خلى بنته وزمايله في الوسط يتبروا منه قدام الكل. خلونا نحكي الحكاية من الأول للآخر بالصورة الكاملة. في محافظة من محافظات مصر اتولد الفنان المتهم ببيع بلده لتحقيق مكاسب مادية وهو محمد شومان يوم 25 مارس 1958. اتخرج من كلية التجارة ومثل أثناء دراسته، وابتدى في الإعلانات. وفي العموم المعلومات عنه قليلة، يمكن عشان اختار انه يسيب المجال بدري، بس استنى معايا هنجيلك في الكلام. مشواره الفني في مجال التمثيل ابتدى بأدوار صغيرة، بداية من مشاركته في فيلم حرامية في KG 2 سنة 2001. تبرع يا اخي. عالم الحمومه بقى. تبرع يا اخي. فاكرنا بنسرق الفلوس ولا بنلاقيها في الشارع؟ وفيلم الرجل الأبيض المتوسط في نفس السنة. سمعت ان فلوسنا اللي في العراق هترجع قريب، لما ترجع باخد منها اللي انت عايزه. وشارك في مسلسل بلدي المحبوبة سنة 2002 وسنة 2003 ظهر في مسلسل رجل الأقدار. هذه هي أوثان وأصنام الآلهة التي تعبدونها. كل دول وكان لسه واحد بيمثل على قده، يعني ما تفتكروش ولا تحس انه كان موجود لحد ما جت سنة 2004 السنة اللي غيرت حياته الفنية وكانت سبب في ان شهرته تبتدي، وده حصل بمشاركته في فيلم فول الصين العظيم مع محمد هنيدي. انا قلبت عليك كل شويه واقول لكم ضغط الصين معايا، انا اتبهدلت سرقوا كل فلوسي يا محي. الفيلم اللي كان من اخراج شريف عرفة وقلب الدنيا لما نزل، ومحمد شومان كان حظه حلو انه اتشاف كويس قوي في الدور ده، ونجاحه في الفيلم ده اهله انه يمثل مع عادل امام في فيلم السفارة في العمارة سنة 2005. شريف خيري الذي تصدى للسفارة الإسرائيلية بالقاهرة
لجأ وبكل شجاعة للقضاء لكي يحصل على حقه المسلوب. ورغم انه كان طالع بمشهدين، الا ان دور المراسل والمشهدين اللي طلع فيهم لسه محفورين في اذهان الجمهور لحد دلوقتي. وكمان الفيلم ده من اكتر الاعمال اللي حبها محمد شومان في مسيرته. برضه نفس النجم الزعيم استاذ عادل امام. صحيح. فيلم هايل بيطرح المشكله من خلال مواطن بسيط ملوش علاقه بالسياسه ولا وقد ايه انه عايز يقول ان حتى المواطن البسيط بتمسك قضايا امتك اردت ان نمتلك. وسنة 2006 غير من جلده وطلع بصورة مختلفة تماما في فيلم واحد من الناس، الفيلم اللي كان بطولة كريم عبد العزيز. خصوصا اصحاب السوابق بيبقى الشيطان له دلال عليهم. شيطان بقى. محمد شومان قدم فيه دور مميز جدا، ورغم ان مساحته مش كبيرة لعب شومان شخصية الضابط الفاسد اللي بيقف دايما في صف رجال الاعمال الكبار واللي بيستغلوا نفوذهم علشان يتهربوا من اي جريمة يعملوها. ومحمد شومان قال كلام جريء جدا على الشخصية. انا اذكر وانا صغير ان اي شخصية طالعة على المسرح حتى لو شخصية مش معروفة خالص مجرد انه لابس لبس شرطة سوكسيه تسقيف ايه، انا عايز اسال في شعب في العالم اتربى على كده؟ ما اعتقدش غيرنا احنا بس في مصر. وبعد كده ظهر في اعمال مهمه زي فيلم ايظن اللي كان سنه 2006 مع مي عز الدين. برستيج ده ايه؟ ما لقيتش حاجه اشقر من كده تجيبنا بيها. وايه ده؟ ايه اللي انت عامله لي ده؟ ايه ده؟ ده تراث. وسنه 2007 ظهر تاني مع عادل امام في فيلم مرجان احمد مرجان. هتمتحن وهتجاوب وهتطلع الاول كمان. لكن رغم ان عادل امام كان سبب مهم في انه يتعرف اكتر للجمهور، الا ان كلام محمد شومان عن الفيلم نفسه غريب. هو كانه بيوصل رساله للناس، لكل واحد من الناس بيع زي ما الكل باع. اشمعنى انت يعني؟ دي رساله الفيلم سبحان الله ببساطه. وكلامه عن عادل امام نفسه كان اغرب. علاقتك بعادل امام مش هو اللي اكتشفك، لكن علاقتك بيه. والله انا كنت طبعا بحبه جدا زي اي حد. حاربك؟ لا مش حاربني، لكنه غلس عليك. رغم ان محمد شومان لسه ما حصلش منه اي حاجه ليها علاقه بانتماءاته، وكان ماشي كويس في مشواره الفني، بس واضح ان عادل امام كان عارف حاجه علشان كده بيرخم عليه. ومحمد شومان كان في الفتره دي معروف بتقديمه اعلانات ضرايب تابعه لوزاره الماليه. لسه عندك؟ امال هتسلم اقرارك الضريبي امتى؟ ما تقلقش، خد عليها المره دي. والاعلانات دي اتعملت بعد ما اجتمع مع حكومه الحزب الوطني وامين السياسات وقتها علشان يتفقوا على كل تفاصيل الحمله اللي كانت في فتره حكم الرئيس الاسبق حسني مبارك. يعني كان في السليم وماشي تمام لحد دلوقتي على حسب الصوره العامه اللي ظاهره ليه. وبعد كده شارك في اعمال معروفه زي مسلسل عماره يعقوبيان سنه 2007، وظهر مع مي عز الدين للمره الثانيه في فيلم شيكامارا. أنسة جايدة، هو صحيح المصنع بيخسر وهيتخرب بيتك، لكن في حل برضه. وسنة 2008 شارك في كذا عمل زي فيلم نقطة رجوع، هاشم بيه صاغ سليم، شاكرين، وفيلم مفيش فايدة. كنت مشارك واحد خليجي، انا بالمجهود والفلوس وهو بالبركه. وكمان فيلم أشرف حرامي. انت عارف يا انتحال شخصيه ضابط شرطه عقوبتها ايه يا كلب؟ وسنة 2009 ظهر تاني مع عادل إمام في فيلم بوبوس. اي حد بيعمل اضراب بيبقى له طلبات. ايه اللي ناقصك؟ رغم اللي حصل بينهم، وفي نفس السنة ظهر في أدرينالين. ادرينالين؟ ايه المشكله؟ انا بجربه على الحيوانات. يعني ما حقنتش بيه منال؟ انت مجنون. مجنون، وهقتلك كمان لو ما قلتش فين ابو الليل. وآخر دور عمله قبل القلبان اللي حصل في حياته كان فيلم من بطولته، وهو فيلم طنبولة. موتور الميه مش طالع بايظ، اللي اتعرض سنة 2014. والفيلم ده في العموم ما نجحش. المهم ان الاحداث السياسية في البلد كانت فارقة في حياة المواطن العادي، وكمان في حياة الممثلين. منهم اللي بنتكلم عنه دلوقتي واللي حياته اتغيرت من اول ما قرر يدخل نفسه في السياسة ويبعد نفسه عن مجاله. من اول احداث ثورة 25 يناير كان موقفه انه دعم الثورة، واتقال انه نزل وشارك مع الثوار، لكن كان شايف ان الناس يوصفوه انه شارك في الثورة دي حاجة مهينة ليه، ووضح اللي حصل بالتفصيل. أنا لم أشارك إطلاقا في ثورة 25 يناير، أنا نزلت فقط لما نجحت الثورة وعرفت إن في يوم جمعة تنظيف فقلت أنزل أنظف مع الناس. وكمان وضح للناس حتة تانية مهمة عن مشاركته مع البلد ضد الإخوان في الحملات اللي كان بيشارك فيها وقت حكم مبارك. وأهم حاجة بين إنه ساب إعلانات الضرايب اللي كان مشارك فيها. من بعد 30/6 ما قلتش حاجه تقول ان انا ضد، ما طلعتش قلت يعني ان انا مع. واعتقد مواقفي قبل 30/6 يعني انا سبت الضرايب وهم في عز ما كانوا جامدين،
شومان كان مهتم انه يوضح اللي ورا الكواليس للناس علشان يبرر حتة سفر المفاجئ لتركيا سنة 2016 للمجتمع الجديد اللي انضم ليه، وانه ما كانش حابب الاوضاع اللي حواليه وازاي اتغير من بعد 30/6، وشاف ان اللي حصل انقلاب عسكري على الديمقراطية الشرعية. وكمان جزء من حكايته المستخبية بان لما كتب محمد باسم فؤاد في موقع اليوم السابع كلام على لسان زميله احمد صيام، قال فيها كان في حالة نفسية سيئة وسافر بعدها علشان يشتغل في السعودية في سنة 2011 تقريبا، لكنه لما رجع لمصر رجع بشكل تاني، وكان واضح عليه انه اتبع حاجة جديدة ورجع مربي لحيته ولابس جلابية قصيرة، وقال ان في ناس وقفوا جنبه الفترة اللي كان تعبان فيها نفسيا لحد ما درس التمثيل بكلية الاداب قسم المسرح، وبعدها اعلن توبته ووعدهم انه مش هيرجع للفكر الخارب ده تاني، وده قبل ما يخدعهم وينضم لكتائب الاخوان في تركيا. ورغم اللي عملوه معاه الا انهم ما سلموش من لسانه وهاجمهم لما راح لارض تركيا واتبرى من فنه ووضح ندمه على اعماله. طيب كم واحد انت لما قبضت قلت يا ده الفلوس دي حرام؟ لا انا بستغفر كل عمل. وكمان كان شايف انه الوحيد اللي قدر يتكلم من الوسط، وانه المنتصر الوحيد في زمايله اللي قدر يمشي عكس التيار ويضحي بكل حاجة علشان رأيه، وهم ما عندهمش الجرأة انهم يكونوا زيه. في ناس كتير زي الفل واعتقد ان قلبهم على البلد بجد، بيحبوا البلد بجد، بس عايز ياكل عيش. وكمان وضح ان هم يقدروا يعملوا زيه، وان اللي عمله تعبير عن حرية رأيه، وانه مواطن عادي ومش تابع لأي تيار. انا مش اخوان ولا عمري كنت اخوان، عندك سكسوكة، ما اي حد بيعارضهم يبقى اخوان. رغم انه كان بيدعم الرئيس المعزول محمد مرسي وشارك في اعتصام رابعة وبدأ يطلع منه كلام غريب، وبسبب في إساءة وتحريض على الجيش من خلال برنامجه شومان شو على قناة الشرق الممولة من تركيا، كلام خلاه شخص هارب من بلده، وكمان عليه حكم بالسجن لمدة 5 سنين مع الشغل وغرامة 500 جنيه بتهمة الأخبار الكاذبة اللي بيطلع يقولها عن بلده. والنيابة العامة أحالته للمحاكمة الجنائية بتهمة التحريض ضد مؤسسات الدولة والضرر ضد مصلحة البلد عن طريق بث برنامج من قناة فضائية خارجية، وإن حصل تمويل خارجي بيضر الأمن العام، واتهم إنه اختار إنه يكون مع الإخوان علشان مصلحته المالية. هم الناس دي أكيد أنا متأكد هم مش منتمين للإخوان، لكن فكرة إن شومان من بعد الحملة الإعلانية دي ما بيشتغلش، فلما يلاقي أي حد إن شاء الله يكون جماعة إرهابية بتلوح له بالدولارات هيروح. وكمان اتشال من نقابة المهن التمثيلية، والموضوع ما وصلش إنه يتحكم عليه وبس أو إنه هرب، ده كمان خسر عيلته وانقطع عنهم بشكل كامل وما كانش بيتواصل معاهم ابدا، وكمان استغلهم لمصلحته لما طلع يتكلم عنهم ونزل بيان على صفحته بيناشد السلطات انهم ينقذوا اسرته من الموت البطيء وانهم يفرجوا عن ابنه المعتقل ده اللي قالته بنته لوجين لما في فيديو مؤلم بتتكلم فيه عن والدها. احنا مش اسرتك، انت مجرد اسم على البطاقه، احنا ليس لينا اي علاقه او اي صله بيك، انت مش رب اسرتنا، احنا رب اسرتنا امنا ورب اسره احمد امه برضو، فان انت تطلع في بيان تتكلم بلساننا ده مش من حقك. واتبرأت منه قدام الكل. في ناس بتتأذي ملهاش ذنب في اي حاجه بسببه، احنا كل اللي طالبينه مش طالبين اي حاجه في الدنيا فعلا غير انه يقفوا جنبنا ان احنا نتبرأ منه. لكنه طلع رد على كلامها ده بطريقه اظن انها هاديه شويه على الموقف الكبير اللي هو محطوط فيه. اكيد مضغوط عليها وده طبيعي، وانا حتى ده كان ردي بعد كده، وانا عارف ان مضغوط عليك يا حبيبي، وربنا يجمعنا تاني على الخير ان شاء الله، ونبقى كلنا سلفيين. عندك امل؟ والسلفيه ليس لها علاقه بالتطرف. ومش بس بنته اللي اتكلمت، دي كمان طليقته الاولى. افهمك الحته دي علشان ما تتلخبطش. محمد شومان اتجوز اول مره، ودي ام ابنه الكبير اللي اعتقلوه بسبب والده، لكنه طلع بريء في الاخر يعني. وزوجته الثانيه ام لوجين اللي طلعت اتبرت منه، فطليقته الاول طلعت اتكلمت عنه في الازمه دي وبينت انه كان عنده فكر مختلف من سنين طويله قبل كده. وانا طلعت منه من 30 سنه لانه كان بدا يتعرف على ناس وعايز يروح يجاهد في افغانستان، لكنه ما انكرش اي كلام قالته وطلع رد على كلامها. المهم انها بتقول شيء ما يدلنيش. ساعتها اللي بتتكلم عليه ده كان الغزو الروسي لافغانستان، كانت كل الناس عايزه تروح. فاي حد عنده دين حقيقي وبالتالي نخوه حقيقيه عايز يروح. كل القلبان ده حصل من وجهة نظره بسبب انه نزل فيلم قصير اسمه بسبوسة بالقشطة بطولة هشام عبد الحميد ومحمد شومان. الفيلم كان بيعرض العلاقة الإنسانية الجدلية بين السجين السياسي المعتقل والضباط. وانت خلاص بقيت عميد جامعة القاهرة سيد، روح ما بعدك روح.
انا هروح للدكتور، انا اروح لليهود بس ابني يعيش. فمحمد شومان شايف ان بعد نجاح الفيلم وحصوله على جوائز من اوروبا وغيره، فنظام الحكم في مصر وقف ضده واعتقل ابنه علشان نجاحه بره، وبالتالي نزل البيان اللي بنته طلعت بسببه تتكلم وطليقته. ومحمد شومان عجبه انه عايش في تركيا، وبدأ يشارك في اعمال من تمويل تركيا وغيرها من البلاد اللي بتناصر الاخوان، وعمل دور دكتور في فيلم الغايب، والاعلاميين اللي بره كانوا مهتمين بيه جدا وباعماله. المهم دلوقتي لازم تعرفوه، مرضى الغيبوبه بيحتاجوا لتنشيط المخ، كلموه، احكوا له ذكرياته، شغلوا قرآن زي ما انتم عاملين. واخر حاجه شارك في مسلسل زنزانه 65. طول ما هم حابسيننا لسه حابسيننا ولسه بيحبسوا ناس تانية جديده، هم كمان لسه حاسين ان هم ما انتصروش. وكان شايف ان اللي بيعمله فن ليه رساله واضحه بيحاول يوصلها في اعماله. اللي ما عرضش النظام الحالي، اللي ما عرضوش هو موجود في مصر عشان ما يقطعش عيشه او ما يترميش في المعتقل او انا مش متضايق منه، لكن كونك تطلع عشان تطبل لا دي خساسه. بس على عكس الفن اللي بيقدم دلوقتي في مصر اللي شايف انه تحت ايد السلطه، ودلوقتي واحنا في 2025 ما نعرفش تحديدا محمد شومان فين ولا بيعمل ايه، وكل اللي طلع عليه انه اتطرد من تركيا من حوالي 3 شهور وراح ماليزيا. المهم انه طلع ما راحش ماليزيا ولا حاجه وراح السودان، والشاب السوداني ده قابله في شوارع الخرطوم واتعرف عليه ووقف اتكلم معاه ونشر صورته على السوشيال ميديا. لحد هنا مفهوم، لكن في اللي قال ان السلطات السودانية حددت مكانه وسلمته للمخابرات المصرية واتقبض عليه، ما نعرفش صحته، وهو دلوقتي وصل لسن 68 سنة، وطبعا ما عندوش ثروة من الفن، لكن ممكن نقدرها بحوالي 150,000 جنيه. وفي النهاية محمد شومان اتشاف بطل بيضحي في رواية، واتقال عليه خاين ومنافق في رواية تانية، بس الحقيقة ان سواء اتفقت او اختلفت معاه، الفنان المفروض يكون زي اي حد في شغله ويلتزم بحدوده، زي الدكتور اللي بيعالج والمدرس اللي بيعلم والموظف، كلهم شغالين تحت نظام دولة ليهم يعملوا شغلهم سواء اتفقوا او اختلفوا معاه. نفس الشيء على الممثل، شغله انه يختار ادواره ويقدم فنه، مش انه يعلن انتماء سياسي قدام الكاميرا. لو عايز يتكلم في السياسة يخليها ورا الكواليس وتفضل جزء من خصوصياته. وانتوا ايه رأيكم في موقف محمد شومان او اي حد عمل زيه؟ مستنيين رأيكم، وفي الاخر بعد ما عرضنا اللي حصل انتوا اللي ليكم الحكم في النهاية.